السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة تالتة، يلا بينا ريفيجن 1 و2. تمام، انت حليت حلو كده. خلينا نتكلم كلام واضح عشان كلنا نبقى فاهمين. انا دخلت الامتحان ده وامتحنته، تمام، طلعت جبت منه كام؟ جبت منه 40 من 60، 20 من 60، جبت 10 من 60. ان انت هتذاكر ال50 سؤال اللي انت عملتهم غلط، يبقى انت عندي احسن من اللي جاب 50 من 60 وجاب 55 من 60. تمام، واحدة واحدة كده مع بعض. يلا بينا. السؤال الأول: The patient family often don't realize how much nurses face during emergency. أنا عندي emergency، عندي طوارئ، طوارئ، وفي نيرس الممرضة بتواجه إيه؟ كيوس، فوضى، كيوس، فوضى. Egypt chargeful system ahead in modern technology with culture. technology with culture. أنا بعمل إيه؟ مصر بتعمل التكنولوجيا مع الثقافة. blending. كلمة blend يعني يخلط، كلمة blender يعني خلاط. طيب، without electricity، من غير الكهرباء المستشفى مالها؟ وصلت لإيه؟ وصلت لستاند ستيل، نقطة توقف، كل حاجة وقفت، كل حاجة عطلت، يبقى ستاند ستيل. ليه؟ ما هو ما كانش فيه كهرباء. تخيل الكهرباء تقطع من المستشفى، يبقى ده بيوديني لستاند ستيل. nurses usually their shift، بيبدأ الشيفت بتاعه كيك اوف. كيك اوف يعني يبدأ، give up يستسلم. تمام. good nurses not only administer medicine. بعون الله هتيجي السنة دي. administer medicine بتقدم الدواء. ايجيبت، مصر، التاريخ مش عارفة ايه، based on different ايه، مصر والحضارات والثقافات والملوك والكلام ده كله سلالة. dynasty سلالة. نقط to know that most old people have no one to care for them. الناس الاولد بيبل مالهم؟ no one care، محدش بيهتم. مش الناس بتهتم، ما بيهتموش. دي حاجة حلوة. no one care for old people. اهو no one to care for them، محدش بيهتم بيهم. دي حاجة مفجعة، حاجة مؤلمة، حاجة بتخلع القلب. heart breaking، بتكسر القلب ان انت تعرف حاجة زي كده. The frightened patient، كيف مش عارفة ايه. كلمة frightened يعني خايف، السينونيم بتاعها terrifying. هو عايز ايه؟ عايز can be ايه؟ replaced. فكلمة frightened، سوري، استنى الكلام ده غلط. بص، انا عندي هنا كلمة ايه؟ كلمة terrified. terrified او frightened يعني خايف. يبقى كلمة panicked. يبقى كلمة ايه؟ panicked. طب استنى، طب ما terrified يعني خايف. طب ما نختاروها. طب ما تختار، ما تاخد terrified، انا موافقة. فينها بقى؟ اول واحدة terrifying، مخيف. فوق لي. shocked، افهميني. shocked يعني انا مصدوم. اللي هي انا astonishing. لا اعدلي بقى، اللي انا astonished. انا shocked، انا astonished. طب الفيلم shocking، طب الفيلم astonishing. اللي فيه ايدي عكسه بايدي، اللي فيه ing عكسه ing، اللي فيه ايدي معناه بايدي، اللي فيه ing معناه ing. طب اسمعي، صلي على النبي. لما اجي اطلب من حضرتك مضاد كلمه تجيب لي نفس نوعها، بمعنى انا بقول لك ايه؟ بلاي، يلعب، معناها ايه؟ معناها فيديو. ايه ده لده؟ لا، ده اسم وده فعل. لما اجي في الانتونيم والسينونيم لازم تلتزم بنوع الكلمه اللي احنا بنقول عليهم سنه ثالثه parts of speech، اجزاء الكلام. ايه هو البارتس اوف سبيتش؟ اجزاء الكلام. ان انا بجيب adjective تجيب لي adjective، انا عايزه عكس اسم تجيب لي اسم، انا عايزه معنى verb تجيب لي verb. تمام. فانا هنا يا ابويا دي صفه فاعله، اما دي صفه مفعوله. فانا بقول انا panicked، انا خايفه، في حد خوفني، مش انا مخيفه. بس كده. اللي بعدها اللونج شيفت وستريس، وعندهم ستريس. الممرضين مالهم؟ كولابس، بيطبوا من طولهم. كولابس. تمام. كولابس بينهار للبيوت وبيقع من طوله للبني ادمين.
thanks to the worker efficiency، بسبب الافشنسي الكفاءة بتاعت العمال التيم فينش، التيم بتاعنا خلص التاسك المهمات اللي عليه بسرعة. يبقى efficiency الكفاءة، الكفاءة هتيجي بعون الله، هتيجي بعون الله الكفاءة. طيب الدكتور راشد تو هيلب، الدكاترة طلعوا يجروا sprang into action pulled their weight felt a bit relaxed مرتاحين decide to take a rest ياخدوا راحة. أنا بقول لك الدكاترة طلعوا يجروا طلعوا يجروا أسرع اللي هي sprang into action ده المصدر بتاعها. طيب before I moved to Cairo I had been living in Aswan for 10 years. الماضي يجيب ماضي. إيه ده بقى؟ ايه ده يا ابويا يا امي موفدي يا امي، ايه ده يا امي، ايه ده في ماضي يا امي، في ماضي، يبقى انا بستثنى الماضي يجيب ماضي. فضل لي 2 I would live I had been living would live would مع for، ما هو انا عندي for دي بتعمل كده for مايك اتحرك عايزه اقول ما علينا خلاص. الوود بتعمل ايه؟ الفور بتمط الزمن، بتمط مضارع تام مستمر، ماضي تام مستمر، هو كده الكلام. طيب اللي بعدها once you know the report deliver it، وانا ليا دعوه لا ايه once ولا ما onceش، ماليش فيه. deliver اهو deliver جمله امريه مش ماضي. تمام خلاص. فين بقى الماضي؟ يلا بالسلامه اهو. تمام. you finishing a disaster كارثة، a crisis مصيبة. ازاي تدي الفاعل ing؟ يعني انا بقول لك ايه؟ علي playing tennis. يعني ايه علي playing tennis؟ علي بيلعب تنس. انت منين ابويا؟ من انه كوكب؟ ها؟ صلى على النبي. ده اسم وده اسم. يو ده اسم اللي هو ضمير يحل محل اسم، فانا محتاجه فعل. ده مش فعل، لا يا ميس ده فعل. يبقى فعل لما يجي قبليه ام واز وار ووز ووير هاد بين وهاز بين وهاف بين كده يبقى فعل. انما هو كده اسم يبقى انا مش هاخده. بالسلام يلا بالسلام. مفيش فعل بياخد اي ان جي، بيبقى قبلها ام از ار ووز وير كده. once you know خلاص once you know the report deliver it at once، بمجرد ما تخلص التقرير سلمه. طب ما نقول ما انت هتخلص التقرير، لا ده رابط، الرابط ما يجيش وراه ويل، تبقى الإجابة have finished. الرابط، الموضوع ده مهم جدا. الرابط أي رابط في الدنيا after I eat I will sleep. خلي بالكوا أنا بعد ما هاكل هنام. المضارع بيجي معاه مستقبل. المضارع بيجي معاه الناحية التانية مستقبل. حلو، ده كلام منطقي وكلام عاقل جدا. ده اسمه ايه؟ conjunction، رابط. الرابط ما يجيش وراه ويل، لا فوقيه لي. بمعنى انا بجيب بعد الرابط مضارع. طب والويل الناحية التانية مش في الكفة بتاعتها، في الكفة التانية، مش في كفتي انا رابط ما يجيش ورايا ويل. طب انا بقول ايه؟ when او if، عندما او لو انا ذاكرت هنجح. if I study، انا لو ذاكرت ايه اللي هيحصل؟ I will pass، انا هنجح. طيب ينفع اعكس اقول when I will study I pass، when I will study I will pass. تعالى هنا ايه؟ مفيش ويلين في جمله واحده. انت هتاخدي لي ويل في الجمله الاولى وويل في الجمله الثانيه، مفيش ويلين في جمله واحده. صلي على النبي كده عليه الصلاه والسلام. يبقى انا عندي هنا ايه؟ الويل بتيجي الناحيه الثانيه من الرابط. دي قاعده مهمه جدا في اللغه، فهمتني؟ فانا بقول ايه؟ بص before، قبل I study. بصوا قبل انا ما هذاكر ماشي، انا هشرب قهوه. I drink coffee. انا قبل ما هذاكر هشرب قهوه. ايه اللي مطلوب؟ انا طالبه من حضراتكم كلكم تدخلوا لي كلمه ويل على الجمله دي. الجمله دي يتدخل عليها ويل. طبعا ده لازم،
ده لازم تدخل كلمة will. هقول before I will study I drink coffee ولا before I study I will drink coffee. الويل دي انت هتطلعيها لي هنا ولا هتطلعيها لي هنا ولا في الاتنين ولا هستخدمها مرتين؟ before I will study I will drink coffee. قبل ما هذاكر انا اشرب. او ماليش دعوه بلغتك، انا ماليش دعوه بالكلام اللي انت بتقوله لي. الكلام اللي انت بتقوله لي ده انا ماليش فيه، ده انجليزي. مفيش ويلين في جمله واحده. ده مبدئيا الويل بتيجي في الجمله مره، الفعل الناقص بيجي في الجمله مره. ادي واحد. اتنين، هتروح فين؟ before I study I will drink before I will study I drink. بص يا ابويا، ده رابط. ده ايه؟ رابط زي اخواته كده اللي فوق. والويل ما بيجيش في كفة الرابط، ما بيجيش في جملة الرابط. الويل بتيجي الناحية التانية من الرابط بعد الفاصلة. فأنا بقول before I study غلط. لا، مش فيش حاجة اسمها I will study. لا، before I study I will drink coffee. الويل هتتكتب هنا كده. يبقى تاني مرة واتنين وتلاتة بعد الرابط. after, before, when, as soon as, because ده رابط كلام. لا، أنا بتكلم عن أربطة الزمن. يبقى كل روابط الزمن ما بيجيش وراها ويل، بتيجي من الناحية التانية. ويبقى معاك مضارع طبعا، مش ماضي. مش هقولها يعني، بس ما تخيلش ان حد يعملها يعني. before I studied I will drink coffee. تعال، studied يعني ايه؟ قبل ما انا ذاكرت هشرب قهوه. انت منين؟ من انهو كوكب لما تحط لي ماضي ومعاك ويل؟ منين يا امي؟ جايه منين انت؟ لا، ما ينفعش. الماضي ما يجيش معاه ويل. المضارع، الماضي بيجيب ماضي، الماضي بيجيب ماضي، المضارع بيجيب مستقبل. انه نوع من المضارع؟ يا بسيط يا تام. طب يلا بينا نرجع امتحان. يلا بينا يلا بينا، اتفضل. اهو بص بقى. once you finish the report delivered. اول ما انت finish، اول ما تخلص التقرير ابعته لنا. ما هو ما فيش finish، خلاص خدها finish اهي. مضارع حلو بالتناسة اهي. يبقى المضارع المضارع البسيط او المضارع التام بيجي مع مستقبل. ما لقيتش ده، خد ده. I wish you not a present for mother now. يا ريتك تشتري هدية لأمي دلوقتي. I wish you bought. I wish you ايه؟ you bought. تبص بينا، يلا بينا صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا الموضوع كبير، حوار كبير قوي اسمه I wish. موضوع كبير، هو الامتحان كده. طيب لو أنا قلت لحضرتك I wish، أنا أتمنى، أدي 1 2 3 ونرسمه كده. هو عصاية. العصاية دي بتاعت مين؟ بتاعت الساحر. دي ساحرة، دي الست، دي ست ساحرة اهي، لابسة البتاع بتاعها اهي، شكلها غريب كده، الفستان بتاعها معرفش بقى ده ايه، انا بحاول ارسم يعني. دي ساحرة، شيزا ويتش. ويتش يعني ايه؟ ساحرة. تمام. ميس ليه بتقولي على وش انها ويتش، انها ساحرة؟ بتسحر الجملة. الكلام اللي بيتكتب بعد وش ما فيهوش اي منطق في الدنيا، بس هو درس جرامر، درس جرامر كبير اسمه ايه؟ I wish. يلا بينا. انا بقول ايه؟ I wish I ate now. يا ريتني اعرف اكل دلوقتي. انتي بتقولي ايه؟ تعالي now وكاتبالي جنبها ate ماضي بسيط. وبليت. يلا ما تزعليش. يا ريتني اعرف العب كوره دلوقتي، العب شطرنج دلوقتي، العب جيمز، فيديو جيمز. اي ويش بتضغط على الزمن درجه. ساحره في ايديها عصايه سحريه بتضغط على الزمن. انا جملتي مضارع، لو اتكتب قبلها ويش تبقى ماضي بسيط. يا ريتني كنت رحت معاهم امبارح. نقط نقط يسترداي. مكتوب لك ايه؟ مكتوب لي يسترداي. يا ريتني كنت رحت. I wish I came. لا، تعالى came النهارده. لو انت رحت امبارح بتبقى ماضي بسيط في الايام العاديه. احنا معانا ساحره بتضغط على الزمن درجه تبقى ماضي تاني. I wish I had gone yesterday. يا ريتني كنت رحت امبارح. طيب I wish I نقط بكره tomorrow. يا ريتني اعرف اروح بكره. I wish I will go. ده will go دي مع الجمل العاديه. طب والساحره اللي واقفه لنا اللي اسمها I wish، ما هي بتضغط على الزمن درجه، خلاص الويل تبقى would. يبقى I wish I would go
tomorrow. لا حوار كبير، لا تركزي بقى كده وتفوقي لي ورقه وقلم وتقعد تكتب. ده انا كنت بشرحه درس جرامر ده. يبقى اي ويش، انا اتمنى دلوقتي حالا، يبقى المفروض مضارع معاك ساحره بتسحر الزمن، ويش بتضغط على الزمن درجه زي المباشر والغير مباشر. ايوه جدعه، زي المباشر والغير مباشر. يبقى اي ويش، اتمنى ان انا اسافر دلوقتي حالا. اي ويش اي ترافل دلوقتي ناو. ايه ده ايه اللي جاب ناو لبليد؟ انت بتقولي ايه يا مس؟ ايه اللي جاب كلمه ناو الان مع الماضي البسيط؟ طب ما هو في ساحره واقفه اهي. اي ويش بتضغط على الزمن. طيب يا ريتني كنت رحت امبارح. I had gone, I had eaten, I had visited, I had studied yesterday. مكتوب yesterday وهتاخدي ماضي تاني عشان الساحره واقفه. اي ويش. طب انا يا ريتني اسافر، اروح اعمل، اكمل دراستي، اخد منحه، اعمل اي حاجه. would. I wish I would, I wish I could. صح، I wish I would وفي كود كمان. المهم انها تبقى ايه؟ ماضي. يلا بينا نرجع امتحاننا مرة تانية. When we start a paragraph we can use. لما تيجي تبدأ باراجراف مش هتقول whilst بينما. تعالى ابويا، بينما ايه؟ هو انت قلت ايه عشان تقول بينما؟ انا جايه في البدايه، انا ستارت ببدأ خالص. consequently بالتالي. هو ايه اللي بالتالي؟ انت قلت حاجه عشان تقول بالتالي. to sum up الخص لكم اللي قلتم. الخص يبقى ده في conclusion في الخاتمه. يبقى الاجابه الاولى there is no doubt، مما لا شك فيه. طيب when you express your point of view in an essay، لما تيجي تشرح لي وجهة نظرك في essay you can use. انت بتقول point of view، وجهة نظرك انت، يبقى personally شخصيا انا شايفة كذا كذا. اكتب بقى بالتالي. ما احنا هتعرفهم امتى؟ طيب furthermore بالإضافة إلى. تمام. in conclusion في الخاتمة لما تيجي تقفل كلام. modern technology has led to many new jobs. التكنولوجيا ودتنا المهن كتيرة. require new skills تتطلب مهارات جديدة. acquire يكتسب يعني take بياخد. inquire يعني يسأل ask. تمام. وريكواير يتطلب يعني need. بس كده تقعد تحفظهم بقى. الجملة دي تنفع تمشي معاك ask. المهن الجديدة بتسأل مهارات، لا خلاص يطلع inquire. المهن الجديدة بتاخد مهارات. يعني ايه المهنة بتاخد مهارة؟ مش فاهم ازاي المهنة تاخد حاجة اساسا. لا تتطلب. المهنة دي needs بتتطلب مهارة. بس اللي وراه I haven't seen وائل since the last time we met in the village. أنا ما شفتش وائل من آخر مرة اتقابلنا فيها. الإجابة 4. ليه؟ لو كانت الجملة وقفت هنا the last time, the last week, the last year, the last Friday، كل ده 4. بس الموضوع كبر، دي بقت جملة. ففور ما تقدرش تشيل جملة، لأن فور حرف جر ما تقدرش، ما عندهاش القوة إنها تشيل جمل. يبقى since. أنا ما شفتش وائل من آخر مرة إحنا اتقابلنا فيها في القرية. جملة. طه حسين book have been translated into many languages. اترجمت للغات كتيرة جدا including English بما في ذلك. including يعني يشمل، وincluding رابط. لا فوقي لي. فأنا بقول إيه بقى؟ all of you stand up. كله يقوم لي، كله يقوم يقف. including منى، وبما في ذلك منى. اللي بعدها some private universities، بعض الجامعات rank students بتصنفهم، بتصنف الطلبة حسب الGPA بتاعهم. ماشي. my uncle had been working for the company for 10 years when he got promotion. got خلاص خلصنا. الإجابة هي got. مالها got ماضي، يبقى ويل بالسلام. وهاز بالسلام. الماضي بيجيب ماضي، الماضي بيجيب ماضي. يبقى أنا عمي كان بيشتغل لشركة بقاله سنين كتيرة. had been working، مش had worked. لا هناخد الابن ليه؟ في مط في الحدث. had been working كان شغال فترة قبل ما يترقى. ماشي. يلا بينا. what a wonderful surprise. دي مكتوبة small. بحبوه ليه؟ هو كل حاجة ما بحبوش. اصبري بس، طولي بالك. دي عاملة زي الترجمة بيتم فيها الاستبعاد المختلف. بحلها بنفس أسلوب الترجمة. كلهم كابيتال ودي سمول، تبقى دي غلط. ماشي. كلهم فيهم علامة تعجب، دي ما فيهاش، تبقى غلط. كلهم بيقفلوا
فيهم فاصلة خلاص تمام. ماشي، ادي كده غلط ودي غلط. what a wonderful surprise it's. فين الابوستروف؟ ادي ابوستروف ادي ابوستروف ادي ابوستروف، تبقى دي غلط. شكرا، خلاص مجانا بدرجتين ده. طيب a نقط is a word that identify a person, a thing, idea. فكرة، بني آدم، شيء، ده اسم. noun اسم. مام بوت علي موبايل. خطيرة. أمي اشترت لعلي تليفون. علي مفعول يعني object، يبقى أنا عندي هنا إيه؟ subject فاعل بالسلام، subject فاعل بالسلام، لأن هو علي مفعول، أمي هي اللي فاعل. ماشي. أمي اشترت لعلي تليفون. علي ده بقى مفعول دايركت ولا اندايركت؟ البني آدم اندايركت، لأن المفعول هو الشيء. فأنا بقول أنا جبت المنى قلم، القلم ده دايركت اوبجكت ومنى اندايركت اوبجكت. منطقي قوي إن المفعول يبقى شيء. طيب نقط verb are verb which don't act on something and have no object. ليس لها مفعول به. ما هو الفعل الذي يكتب بدون مفعول به؟ intransitive verb، اللي هو الفعل اللازم اللي مش متعدي. transitive متعدي، موديل فعل ناقص، auxiliary فعل مساعد. The sales manager asked if I know the reply to my complain the week before. هو بيسأل قدمت الشكوى، فهو بيسألني. ادي اسكت ماضي حلو كده. وبعدين كلمة بيفور، the week before الأسبوع اللي قبليه، واحنا كاتبين على الجدول إن البيفور بتجيب ماضي تاني في المباشر والغير مباشر. يبقى had received. have لأ، was receiving لأ، لأن البيفور بتجيب ماضي تاني. The teacher instructed us. المدرس وجهنا. instruct بتاخد to، يبقى instruct بتاخد ايه؟ to read the passage. اختار الإجابة السليمة. هدى said why are you so late أحمد. ممكن نعملها باستبعاد الترجمة، فنقول ايه؟ هدى inquire ask inquire خلاص ask بالسلام. يلا اهو مثلا يعني. طيب why أحمد why was why أحمد why I. يبقى was دي غلط لأن فعل مساعد بره، لا ممنوع. أنا في المباشر وغير مباشر باخد فعل مساعد جوه. why أحمد is إيه؟ هو إيه اللي is؟ هو أنا في المباشر والغير مباشر باخد مضارع؟ باخد مضارع عم يبقى فيه أقواس، وأنت هنا فكيت الأقواس. هي هنا قالت حقها لأن في أقواس، بس أنا هحول يبقى الجملة تبقى ماضي. اتفضلي. هدى inquired why أحمد was so late. هدى inquired why I had been so late. أنا مالي. هي بتسأل، هدى بتسأل why are you so late أحمد أنت ليه متأخر؟ فهي بتسأل أحمد ليه أحمد متأخر. اختار الإجابة السليمة. I'd like to share the research I have done to find the secret. The writer said he would like. ولا likes لا، مضارع لا. أنا بحاول من مباشر من غير مباشر تبقى جملة ماضي. he would like to share the research he does. مضارع لا تمام. وهاز done مضارع برضه لا، ودي هاز برضه لا، had done الحاجة اللي هو عملها بضغط على زمن درجة. My brother decide to study abroad. هيذاكر بره هيدرس بره مصر. To get better education abroad. إنما يعني إيه؟ هيذاكر على متن سفينة أو طيارة، أو هيدرس على السفينة أو الطيارة، لا بره مصر abroad. All passenger must be aboard. كل الركاب لازم يطلعوا aboard على الطيارة. كلمة طيارة مكتوبة بلين، يبقى نطلع على الطيارة على متن السفينة أو الطيارة. I'd prefer go for a walk rather than stay at home. أنا أحب أمشي بدل ما أقعد في البيت. طب ما أقول أمشي بالإضافة إن أنا أقعد للبيت. إزاي هتعمل الاتنين؟ إزاي هتمشي وتقعد في البيت والاتنين في وقت واحد؟ لا ده بدل ده، يبقى rather than اللي وراه. You have to hurry up. أسرع بقى. otherwise you will miss the train. للتهديد. وإلا هيفوتك القطر. ماشي. Our school football team managed to knock the rival team. الفريق بتاعنا تيم وتيم، علي ومنى، أحمد وعادل، 2 فريقين قصاد بعض تبقى بيت يهزم. أدي تيم ودي تيم. It's not easy to knock a lot of money. money earn. انت
earn money. ما سيبك بقى من a lot of اللي بتتكتب لك عشان انتي تتكعبلي فيها، سيبك منها. money earn. regular exercise will help you نقط muscles and strengths. gain strength, gain power, gain weight يكسب وزن, gain height طول. تمام؟ طب the doctor said the patient is no longer alive. he passed away. كلمة passed away يعني انتقل إلى السماء. he passed away يعني مات. خلاص يا ميسي يبقى dead أو deadly أو كده. طب ما أقول no هو مش ده مات، هو مش حي ده مات. يبقى he is no longer alive. حطي دواير على الكلام. some snakes وانت بتحل some snakes have نقط venom. بعض التعابين عندها سم venom. اللدغة السم بتاعها deadly مميت يعني بيموت. in volcano molten rocks الصخور المنصهرة molten rocks افتكرها بمولتن كيك. please be careful so you don't spill the juice. ما تكبش العصير. قلنا spill وانا بكب نقطة وقعت طلعت وقفت فوق الاي يبقى spill يكب. ماشي. yesterday the tired worker نقط down on the grass كان ممدد على الأرض. الولد التعبان الشقيان العامل الغلبان كان تعبان نقط on the ground على الأرض يعني لاي يمدد. لاي lay لين يبقى أنا عايزة الماضي لاي. طب ليه ما خدتيش لاي؟ ما هو مضارع جملة ماضي قصدي. وبعدين ازاي الوركر مفرد ياخد لاي؟ ازاي يعني ما ياخد اس؟ طب ما تاخدي باس. طب ما مكتوب yesterday. ازاي دي هتيجي مع دي؟ ازاي؟ طب اقنعني ازاي هتحط اس والجمله ماضي؟ خلاص خد ليه بقى. طب ما ناخد ليد. لا دي ليد دي بيض. او يلا don't lay your hand on my shoulder. ما تحطش ايدك على كتفي. she passed the exam easily since she studied hard. هي عدت عشان هي she studied hard. فأنا أقول she has passed the exam easily since she studied hard. هي اجتازت الامتحان لأنها ذاكرت. فأنا أقول she passed the exam easily. مش هنا مش منذ لا هي نجحت لأنها ذاكرت. نكمل. فهنا ممكن since هنا هتبقى بمعنى لأن. since هنا هتبقى بمعنى إيه؟ لأن. طب يا ميس من هقول she has passed the exam easily since she studied hard. حصل وأثره موجود. أوكي مش همشيها ماشي. I نقط my sister why I was feeling nervous about the exam. I told. أنا ما سألتهاش. قول ميس طب ما أنا سألتها قلت لها إيه؟ أنا بقول لك أنا قلت لها ليه أنا حاسة إن أنا متوترة من الامتحان. مش ليه أنتي حاسة. أنا ما بسألهاش. أنا كنت قلت why she was. أنا ما بقول على نفسي. أنا بقول لك أنا بحكي لك I told her. أنا حكيت لها why I was angry. أنا ليه كنت زعلانة. إذا أنا بحكي مش بسأل. لو أنت كنت بتسأل كنت تغير الفاعل. كنت تقول أنا بسألها ليه هي زعلانة. لكن أنا بقول حد بيسأل على نفسه. The teacher warned the students not to تبقى warn على طول حذرهم. I نقط 3 reports. أنا كتبت أول ما تلاقي رقم تبقى مضارع تام في 3 رقم. She said her father had already left. هي بتقول إن أبوها مشى. يبقى هي مش بتأمره ولا بتسأله. تمام. طب يا ميس هي بتقول لأبوها. طب مين اللي مشى؟ ما أنا دلوقتي لما بقول علي told منى that she. I told أحمد ذات وفاء. علي told إبراهيم ذات عمر. ما أنا بكلم حد واحد بيكلم التاني بتجيبي لي فاعل. هنا مفيش فاعل. أنا بقول هي قالت لأبوها هو مشى. طب مين كده اللي مشى؟ خلاص مفيش متحدث إليه. خلاص هي بتقول إن أبوها مشى واستغني عن المتحدث إليه لأن أنا ما أقدرش أستغنى عن الفاعل. She wouldn't mind if I used her camera. would she أيوة اعكس would she بس خلاص. who will lead the meeting. who would lead the meeting. lead هتبقى will. الويل هتبقى will. خلاص خلصنا ما فيهاش حاجة. a good blog المدونة بتبقى شورت العنوان كاتشي جاذب للانتباه وبيبقى كلير واضح. satisfaction هو الرضا. أنا عايزة عكسها frustration اللي هو الإحباط. المصريين هم
سيدين أسياد الآلة قبل المودرن إيرا، قبل العهد الحديث اللي احنا فيه إيرا، كان في باز. كلمة باز يعني نويز، دوشة، واكتيفيتي، حركة كده جديدة وكده. القطعة حتشبسوت بقى والكلام عن حتشبسوت وكده. trade with other countries، التجارة في عهد حتشبسوت فلورش، ازدهرت. ماشي. الرسومات على الحيطة اسمها ميورال اللي هي الجدارية. بالنسبة للقطعة مين من الجملة دي is not true؟ أنا عايزة جملة غلط. يعني في 3 جمل هنا مكتوبين صح وزي ما القطعة قالته، وفي كلمة مش مكتوبة غلط. Today people consider تحتمس style of making a statue as a typical modern one. تمام؟ طيب. During the reign of Hatshepsut unique trees and reported to Punt. طبعا. تمام. الدير البحري واحد من أهم العجائب بتاعت مصر، لأنها وندر يعني مارفل، حاجة تحفة. According to the article الذهب valuable stone skin كل ده were brought to Egypt. How would Hatshepsut afford so much during her reign؟ ازاي عملت في الفترة بتاعتها reign؟ هنا يعني عصرها، عصر مش region منطقة، دي reign، والجي هنا مش بتتقرا. She improved the trade، طورت من التجارة مع الآخرين. She brought peace wealth and welfare، جلبت لنا السلام والثروة والرخاء. وآخر سؤال it had many wars with ancient Egypt. أي من الجملة about بونت، عايزة جملة غلط عن بونت. isn't mentioned، هل ورد إن إحنا حاربنا بونت؟ لا، لم يرد. بعد كده الترجمة. How does Villefort ambition affect his sense of justice؟ فيلفورت والعدالة، بس ده اللي أنا عرفت أقراه. فيلفورت والعدالة تعمل المصيبة اللي في الرواية. هي sent Edmund to prison، بعد سجن إدمون. فين العدالة بقى؟ مفيش. to save his family، عشان ينقذ أسرته. ادي يا عم فيلفورت. وصلت الفكرة؟ الامتحان بالله عليكي، بالله عليك ورقة وقلم واكتب. كل اللي بيطلع معايا لقدام هو اللي بيذاكر. مس أنا بذاكر إزاي؟ اكتب غلطاتك، ذاكر غلطاتك، حط الامتحان قدامك وحله تاني. يبقى أنت كده الحمد لله عملت اللي عليك في يونت 1 و2. الكلمات مهم جدا جدا، مذاكرة الكلمات. مس الكلمات كتيرة، خد المهم اللي فيها. طيب خد الكلمات المهمة اللي بتيجي في كل يونت. ميس طب اجيب الكلمات منين المهمة اللي في كل يونت؟ هقولك صلى على النبي. افتح معايا المذكرة الأصلية، هتلاقي في جدول تعريفات اللي هو الكلمة وتعريفها اللي كنا بنجيبه توصيل. دي أهم كلمات في الوحدة، بس حطهم في ورقة واحفظهم. خلاص كده تمام. وعينك على باقي الكلمات اللي في المذكرة بتاعت المراجعة عشان مهمين جدا، مهمين جدا. بس أنا بحاول أدور معاك على حلول. خلاص أنا معاكم، وبإذن الله هنقفل بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.